مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم والرفيق. تعالج رواية رياح الخليج قضية كبرى بعد عصر الانفتاح بعد أكتوبر 73، حيث السفر إلى دول الخليج طلبا للرزق وسعيا من أجل تحسين الأحوال المعيشية. وقد أجاد الكاتب في تصوير ذلك متخذا من القرية فضاء مكانيا ليعالج تلك القضية بأسلوب ولغة رائعة، استطاع من خلالها أن يبرهن على التغيرات الاجتماعية والفوارق الطبقية وما حدث للطبقات الدنيا من المجتمع والطبقات العليا منه أيضا. رياح الخليج بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. رياح الخليج في الرفيق، واسمحوا لي ان ارحب بضيوف الكرام وابدا من اليمين في الحقيقه بالناقد الادبي الدكتور عزوز علي اسماعيل. دكتور عزوز، اهلا بك معنا في هذا اللقاء. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. معنا ايضا مشاهدينا الكرام الكاتب والروائي الاستاذ ابراهيم السيد طه، مبدع الروايه. استاذ ابراهيم، اهلا بك معنا في هذا اللقاء. يعني ربما ابدا مع حضرتك استاذ ابراهيم والروايه رياح الخليج، ماذا عنيت بهذا العنوان؟ اقرا لنا العنوان من فضلك. رياح الخليج؟ نعم. اي رياح تقصد؟ اللي فيها رمال ولا اللي اثرت اجتماعيا وثقافيا تفضل. الروايه دي نعم بتكلم فيها عن الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه نعم والسياسيه التي نجمت عن هجره العماله المصريه الى دول الخليج. الحقيقه كان فيه يعني تغيرات كثيرة هبت من الخليج علينا، متنوعة، رياح متنوعة. فأنا شبهتها بالرياح لأن يعني حصل فيه عملية يعني تغيير شامل ومفاجئ. أهمها وأخطرها يا أستاذ إبراهيم؟ يعني في القرية عندنا قلبت الآيات واختلت المعايير. ناخد نموذج. يعني الفقراء صعدوا إلى أعلى السلم الاجتماعي، والأغنياء أو كده يعني هبطوا. اختلطت الأمور. القرية فقدت هويتها تماما. يعني الأجران القديمة ما عادش فيه قرية. يعني الإيجابي في الرياح أم كل ما جاء سلبي؟ لا، فيه إيجابي. هي تعتبر إيجابي. نعم. وفي نفس الوقت سلبي. يعني إيجابي بمعنى إيه؟ إن الفلاحين الفقراء اللي كانوا عايشين في بيوت من الطين بنوا بيوت بالخرسانة المسلحة، بيوت فخمة، عندهم كل الأدوات الكهربائية المنزلية. ويعني انتقلت المرأة الفلاحة اللي كانت بتروح الغيط طول النهار تعمل في الحقل في الشمس مش عارف ايه، دلوقتي ما عادتش بتروح الغيط، ما عادتش بتسرح، عادت تلبس نظيف وتمشي في الشارع. يا عم عبد الله، الدولار بكام النهارده؟ لا مانع من ان تتابع العالم، لكن ان تقوم بدورها ايضا. ايه المشكله من انها تتعلم والحضاره تاتي والمدنيه تاتي مع العمل؟ ما عادتش نعم. فلاحه ولا عادت بتروح الغيط ولا عادت بتشتغل في الغيط. طيب. اطلاقا. يعني تسمح لنا استاذ ابراهيم في الحقيقه ناخذ قراءه يعني للدكتور عزوز علي اسماعيل، الناقد الادبي وصاحب الابداعات الجميله في الحقيقه. دكتور، بنسعد ونستمتع يعني ابداعات حضرتك في جوانب شتى في الحقيقه، في الحياه الاعلاميه حتى. تسمح لي ان اقرا مع حضرتك او يعني تقرا لنا روايه قراءه نقديه ونبدا باثر رياح الخليج على الشعب المصري. صحيح. أنا بداية أشكر حضراتكم على هذه الاستضافة الجميلة، وأشكر المبدع الأستاذ إبراهيم السيد طه على هذه الرواية الرائعة والتي تجلت فيها إبداعاته الخاصة بالموروث المصري. نعم. من خلال قرية، رجل قروي عاش في قرية من قرى مصر العظيمة،
هبت عليها رياح الخليج بعد الانفتاح الاقتصادي على مصر بعد عهد السادات تقريبا وانتصار أكتوبر المجيد 73. استطاع الكاتب أن يعبر عن هذه الحقبة التاريخية التي ظهرت فيها العوامل التي أدت إلى انتعاش الحياة الاقتصادية المصرية خاصة في القرى، فتبدلت الأحوال وتغيرت وتغيرت النفوس كمان. عايز أقول قبل ما تفاصيل، أقول هناك من الكتاب 3 كاتب يقرأ أكثر مما يكتب، وده كاتب مبدع، بينما هناك كاتب آخر قراءاته تساوي كتاباته، وده كاتب نص نص. الأسوأ من ذلك كاتب تكون كتاباته أكثر من قراءاتي. طبعا هذه هي الطامة الكبرى ولا يقرأ. نعم صحيح. لا، أنا أعتقد أن الأستاذ إبراهيم كان قد قرأ روايات عديدة حتى استطاع أن يأخذ قطاعا عرضيا سرديا جميلا ورائقا عبر هذه الرواية التي تعتبر رواية اجتماعية نقدية حملت في طياتها الكثير والكثير من التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري بعد فترة الانفتاح الاقتصادي. سافر المصريون وكلهم أوجاع وكلهم أمل في أن يغيروا الأحوال، وبالفعل قد تغيرت الأحوال فأصبح الفقير غنيا، والعكس كذلك أصبح الغني فقيرا. غريبة. طب دلوقتي يعني فكرة أن الفقير يبقى غني، الغني ليه بقى فقير؟ طبعا دي الأسباب عديدة. طبعا هو الرجل يعني برهن على ذلك من خلال عمدة القرية الشيخ عامر أبو حسن أبو سالم. هذا العمدة كان غنيا، ونظرا لسقطاته وحبه للنساء وما إلى ذلك وقع في حب فتاة تسمى زينب، التي طبعا قد اغتصبها وهي في بيته، ثم بعد ذلك أرادت أن تنتقم منه حينما خرج من القرية، وقابلته هناك في القاهرة واستطاعت أن تقلب حاله رأسا على عقب، فأصبح خاويا وأصبح فقيرا مثلما كان حال الفقراء في السابق. الأدهى من ذلك أنه لا يقبل أن يتزوج ابنه حسن، وحسن ده شخصية مهمة جدا، وأعتقد أن حسن هو الكاتب نفسه، وهذا الأمر هو أعتبره سيرة ذاتية أو جزء من السيرة الذاتية للكاتب الأستاذ إبراهيم. دكتور عزوز، نعود لحضرتك وفكرة يعني هنا يعني أثر الزمن وتقلبات الحياة على ما حدث في المجتمع المصري، وهل هي فعلا زي ما حضرتك أشرت فقط قراءة اجتماعية ونقدية، أم هناك أمور سياسية وأمور كثيرة جدا أكثر من هذا؟ لكن اسمح لي أن أذهب مرة جديدة للأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني هل هنا يعني فكرة رحيل المصري العامل تحديدا إلى دول الخليج هنا كان فقط من أجل المال؟ أكيد. ما فيش أكثر من ذلك؟ لا. ما جاء به هو المال فقط أيضا، أم هناك أفكار غيرت أيضا الحياة؟ يعني كان ممكن تلاقي فلاح ومراته قاعدين يتكلموا، مش هنطلع ابننا بقى عشان نبني بيت بالطوب الأحمر. أيوه. هم عايشين في بيت بالطوب اللبن. نعم. الطين. نعم. فطبعا كان الخروج للخليج من أجل المال، من أجل تطلعا إلى معيشة أفضل. كان اللي بدأ يروح في الأول، أو الرواد اللي بدأوا يروحوا اللي ارتادوا الخليج في الأول، نعم، كان يرجع بجلابية بيضاء كده وشايل في التسجيل مروحة. مروحة ومروحة. نعم. واخد بالك، ولما يقدم شوية يجيب ثلاجة في البيت. نعم. فيقول لك ده فلان رجع ومعاه تسجيل ومعاه مروحه. نعم. ده فلان بيشرب ميه ساقعه مش عارف ايه. دلوقتي بقى الوضع تعالى عندنا في القريه بتاعتنا، في قريه ابو طه، نعم، بقى فيها زحمه مرور، بقى فيها فترين العرض الشيك، العربيات الكارو انقلبت الى تويوتا مكيفه. البيوت كلها بقت ما شاء الله بيوت كلها بالاحمر والخرسانه المسلحه، بيوت محترمه وفلل مش بيوت. طيب. ما عادش الاجران بتاع ايام زمان، ما عادش. طيب. الفلاح اللي اشتغل في كل شيء بدا يعتمد في الزراعه على الميكنه وعلى المبيدات. ليست مشكلة أن نعتمد على الميكنة، ولكن فكرة المبيدات هنا محتاجة مراجعة. اسمح لي أستاذ إبراهيم، أيضا دكتور عزوز، تسمحوا لي بوقفة قصيرة جدا ثم من بعدها نعود لفكرة. وبعد 40 عام من رياح الخليج، يعني فقط توقفنا عند هذه الأشياء أم انتبهنا وكنا أكثر وعي لأمور في الحياة؟ ولكن تسمحوا لنا أن نذهب إلى فاصل قصير جدا ونعود إن شاء الله. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل والرفيق.
اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام ورياح الخليج في الرفيق. اسمحوا لي ان ارحب مره جديده بضيوف الكرام. من اليمين الدكتور عزوز علي اسماعيل الناقد الادبي. دكتور عزوز اهلا بك معنا مره جديده. نرحب ايضا مشاهدينا الكرام بالكاتب والروائي الاستاذ ابراهيم السيد طه صاحب ابداع روايه رياح الخليج. استاذ ابراهيم اهلا بك معنا مره جديده. يعني دكتور اسماعيل دكتور عزوز كنا توقفنا ربما قبل الفصل وفكره اثر الزمن وتقلبات الحياه هنا يعني مع رياح الخليج. فكره بعد ربما تقريبا 40 عام من هذا الانفتاح وأمور كثيرة جدا تغيرت في الحقيقة. شكل القرية يتغير مع الأسف، يعني ربما يبدو إلى الأفضل، لكن التفاصيل هي يعني المبادئ والقيم وحتى فكرة العمل وقيمة العمل. أمور كثيرة تتراجع من الأشياء الطيبة ويتقدم أشياء شكلها مبهر. كيف تقرأ أثر الزمن وتقلباته على الحياة في مصر؟ تمام. أثر الزمن وتقلباته على الحياة في مصر في هذه الحقبة تحديدا. نعم. أنه كما كان هناك إيجابيات هناك سلبيات. الإيجابيات التي تكمن في أن المصري أصبح ثريا، بنى بيته بالطوب الأحمر أو بالمسلح وانتقل نقلة نوعية، وقد مثل ذلك سايس العمدة في هذا العمل وهو شعبان أبو جريدة كما وصفه الكاتب. سافر ابنه علي إلى الخليج، أرسل إلى والده مبالغ طائلة، أصبح هذا الرجل ثريا في الوقت الذي أصبح فيه عمدة القرية الذي كان يعمل لديه خادما والداه أصبح فقيرا، لدرجة أن هذا الرجل الذي سافر إلى الخارج وهو فقير اشترى أرض العمدة بأكملها فأصبح العمدة فقيرا، الأمر الذي غير معه الزمن، فحاول أن يتخلص من نفسه ومن الحياة فأطلق على نفسه النار ومات في فوره. الزمن بقى على الكل. نعم. سافر المعظم كما كان هناك إيجابيات هناك سلبيات، هناك مجموعة من الانحرافات اللا أخلاقية من قبل الزوجات التي يسافر أزواجهن إلى الخارج وتطول مدة السفر، وقد عبر عن ذلك الكاتب في حركة رائعة من خلال هذا العاهر شوقي أو الأسعاد الذي كان يتنمر ويتلصص على النساء التي قد ذهب أزواجهن إلى الخارج طلبا للرزق. وصالح الرفاعي كان زوج فردوس التي انحرفت مع هذا الإنسان. هذا أثر سلبي. تقلبات الزمن. هذا الرجل الذي سافر وكان مريضا، وعلى الرغم من مرضه إلا أنه أراد أن يبقى في الخارج حتى يدر على نفسه وأهله أموالا طائلة، ولكن جاء هنا بالسلب، فالزمن تغير والحال تغير. إذا كانت هناك إيجابيات للسفر هناك أيضا سلبيات، ليس ذلك فحسب، بل أن معظم الذين سافروا إلى دول الخليج بعد عصر الانفتاح يعني تقريبا 70 أو 80% منهم أصيبوا بفشل كلوي نظرا للماء الذي لم يكونوا على دراية بأن فيه نسبة أملاح كبيرة، ثم الأمراض فيروس سي وما إلى ذلك. كل هذه الأمور قد عادت عليهم، طبعا ليس الكل ولكن بنسبة متفاوتة. يعني ده أثر الزمن على هؤلاء. تسمح لي دكتور قبل أن نقرأ نماذج من الرواية يعني نتحدث عن اللغة، شكل اللغة كيف عبرت عن واقع المكان. يعني هناك من يعني يلتزم بالفصحى مثلا، وهناك من يضع بعض العبارات بالعامية وكذا. كتب روايته باللغة العربية الفصحى بينما الحوارات كانت بالعامية، وده أمر طبيعي. نعم. اسمح لي أقرأ له مقطعا واحدا من الرواية. البيادر الواسعة مرتع الطفولة والصبا، سحر موسم الحصاد وأدواح التوت الوارفة ذوات الأفنان المثمرة، والظلال الغامرة أسراب الحمائم وهي تسبح في أجواء الحقول، ثم وهي تهبط في البيادر تلتقط الحبة، وفي الخلاء يحلو لها الغزل فلول الوز والبط، وهي تمرح وتلهو في الترع والمراوي غير عابثة بأحزان الغد. مجموعات الصبايا وهن يتنقلن بجرارهن ما بين النيل والقرية، يشاركن الطيور في أعياد الشروق، ثم في احتفالها بقضاء يوم سعيد عند الغروب. قطعان الماشية وهي ذاهبة في الصباح الباكر عبر الضباب إلى الحقول في حيوية ونشاط باديين، ثم وهي عائدة تتهادى عند الغروب أهازيج ثمار القمر، وهي تسري ليلا عبر ستر الضباب الفضية، تؤنس وحدة الساهدين وتواسي المهجورين. هذا كان مقطعا من هذه الرواية، وهناك مقاطع عديدة لها وقع في النفس، وهناك جزئية غاية في الأهمية
والجمال عزف عليها الكاتب المبدع الأستاذ إبراهيم، وهي جزئية اللحمة الوطنية نعم. بين المسلمين والمسيحيين. كيف جاءت هنا في الرواية يا دكتور؟ كان هناك صديق للبطل حسن، وعلى فكرة الكاتب يتماس في حياته العامة نعم. كسيرة ذاتية مع البطل حسن هنا. كان قاسيا جدا على البطل وعلى يعني أعتقد أنه كان يقسو على نفسه في الكتابة. حسن الذي تعلم تعليما جيدا، كان ابن العمدة، تقابل وتصادف في كلية الآداب جامعة عين شمس مع زميله المسيحي عازر، وتصادق منذ هذه اللحظة حتى نهاية حياة كل منهم، لم يفترق على الإطلاق. ما عجبني في هذا الأمر هو اللحمة، حتى في الذهاب إلى التجنيد في هذا الوقت العصيب، أيام بعد نكسة 67 وقبل الحرب، وقبل حرب 73. نعم. خاصة في حرب الاستنزاف. نعم نعم. في اسمح لي دكتور هنا، اتفضل يا دكتور. عن هذه الجزئية تحديدا. نعم. صراحة راق لي سطرين. نعم. سلم حسن نفسه إلى مركز التجنيد الذي قام بترحيله إلى مركز التدريب الأولي، وكانت مفاجأة الرائعة الوقع أن يلتقي الصديقان في مركز تدريب الحلمية، وبعد الانتهاء من فترة التدريب الأولى وبسبب قوة بنيانهما البدني التي استرعت انتباه القادة، كانت المفاجأة الأروع، فلقد اختير معا للالتحاق بصفوف القوات الخاصة الصاعقة. أقصد بذلك بطل العمل الحسن الذي هو الأستاذ إبراهيم يتماس مع وصديقه عازر المسيحي. هنا الأستاذ إبراهيم في الحقيقة تفضل. نعم. تكملة لازم تكملة للموقف ده. الاثنين كانوا بيشتركوا في عمليات خلف خطوط العدو. عمليات فدائية خلف خطوط العدو في حروب الاستنزاف. فراحوا الاثنين في يوم من الأيام حطوا عبوات ناسفة في مواقع مش عارف ايه، وبعدين رجعوا بقى عشان يعبروا القناة غربا للغرب. نعم. فوقفوا لغاية ما سمعوا الانفجارات، فرحوا وحضنوا بعض ومش عارف ايه، وبعدين بدأوا العبور القناة تباحة نحو الغرب، العودة يعني. نعم. العودة. فجاء في الطريق، في نص الطريق، عازر جاله شد عضلي في رجليه وكان هيغرق، وحتى ان عمال ينقذ فيه ويشيله ويعدي بيه ومش قادر. فعازر بيقول له ايه؟ يا حسن سيبني انا هموت، عد انت، مصر محتاجاك. قال له يا عازر مصر محتاجانا احنا الاثنين، صحيح، مش هقدر اعدي من غيرك. وبالفعل هذه هي الفقرة تقريبا. نعم. وبالفعل هذه الفقرة نفذ الكثير من العمليات الصعبة، وعاد إلى الضفة الغربية وذات مرة، وبعد أن زرع المتفجرات في الموقع المستهدف وعاد إلى شاطئ القناة الشرقي، وقف ليسمع دوي الانفجارات، وعندما سمعاها تعانق في فرحة عظيمة. ثم بدأ رحلة العودة إلى الشاطئ الغربي، وفي وسط القناة أصيب عازر بتقلصات شديدة في ساقيه وكاد أن يغرق. استمات حسن في إنقاذه. نعم. أستاذ إبراهيم، حضرتك كنت يعني مقاتل من يعني جنودنا في حرب أكتوبر 73. كيف أثر هذا في الرواية؟ لا، أنا ما كنتش مقاتل عشان الواحد يعني يقول لي اللي له عليه. نعم. أنا جندت أثناء الحرب. إنما كنت يعني مع بدايات الحرب، البدايات الأولى يعني. إنما أنا كنت مترجم في إدارة المخابرات الحربية. ده كان موقعي في الجيش. كنت مترجم في إدارة المخابرات الحربية، وخالي ليا خال شكري الله يرحمه كان جند معايا في يوم واحد. أنا رحت إدارة المخابرات الحربية وهو راح المدرعات واستشهد. مات خالي شكري رحمه الله في الحرب دي. نعم. طيب أنا هاخد من حضرتك كلمة أخيرة عن الرواية قبل أن أذهب إلى كلمة الدكتور عزوز. عن الرواية لجمهورنا الكريم ماذا تقول أستاذ إبراهيم؟ أقول إن يعني يا ريت نرجع في القرية لأخلاقياتنا القديمة. الفلاح اللي كان منتهى أحلامه إن هو يعني يؤمن قوته وقوت أنعامه. الفلاح ده ركب الطيارة
واكل الهمبرجر وشرب البيره، ودائره احلامه اتسعت قوي قوي، وبقى له اطماع كتير، وبدات الاخلاقيات او القيم اللي احنا اتربينا عليها القديمه تنمحي شيئا فشيئا لغايه ما راحت تماما. النهارده بنلاقي في القريه فرح وميتا في وقت واحد. صحيح. واخد بال حضرتك؟ فرح وميتا في وقت واحد. ده كان كلام غير موجود تماما. ايام زمان كان واحد يحلب لبن يودي لجاره، ودي لفلان، ده ما عندهاش لبن يودي لفلان. النهارده يعني القيم الأخلاقية بتاع الفلاح والطيبة بتاع الفلاح المصري انتهت. فلاح بقى بني آدم له تطلعات، حتى اللي بيرجع من الخليج ما بيحاولش يشتغل في الأرض، بيشوف أي مهنة تانية يشتغل فيها، يشتغل عجلات، يشتغل بتاع، يشتغل مش عارف ايه. نعم. دكتور عزوز، يعني عن الرواية ماذا تقول، أو في رسالة لمن وماذا تقول فيها؟ الرسالة لكل المصريين البسطاء قبل الأغنياء. نعم. عليكم بالعودة إلى القيم والأخلاق النبيلة. لن يجدي فتيلا أن نظل فتيه. نعم. كما ذكر الأستاذ إبراهيم. صحيح. قد تجد في القرية ميتما وفرحا في وقت واحد، وللأسف قد يكونوا متقاربين جيران. صحيح. وهذا أمر يعني يؤسف له أن القيم أصبحت يعني بعيدة عن المناطق. قد تكون الحضارة التي نراها والتكنولوجيا الرهيبة التي نشاهدها هنا وهناك قد تكون سبب، ولكن العودة إلى الأصل والجذور فيها الراحة النفسية على الأقل. السفر إلى الخليج نعم، سافر واذهب، وعلى فكرة السفر ده يعني أمر مطلوب، يعني ربنا سبحانه وتعالى سيروا في الأرض وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم. يعني السفر ده والرحلة والترحال ده أمر مطلوب هاجر. فليس عيبا أن تسافر، ولكن العيب أن تنسى القيم والعادات. لا تجعل الفلوس أكبر هم لك تسعى من أجله فقط، كما رأينا هنا. المال غير النفوس تماما. لدرجة أن هناك ظاهرة وحدثت في المجتمع المصري ونثيرها الآن، وهي زواج القاصرات من مشايخ كبار في دول البترول. وبالفعل أشار إلى ذلك الأستاذ إبراهيم في جزئية زواج الشيخ عجلان لمريم ابنة الدسوقي أبو المجد. وكانوا في فرحة غير عادية بسبب أن هذا الرجل الخليجي سوف يأخذ أخويها إلى الخارج ومعهم أختهما حتى يعود عليه بالخير. وبالفعل عاد عليهم بالخير، لدرجة أن هناك ابنا لدسوقي بالمجد كان قزما طوله لا يتعدى مترا، وتزوج من أجمل جميلات طول بعد نرجس. طول في عيون الآخرين. صحيح. يعني المال صحيح، المال يدير العالم. هذا أثر سلبي. نعم صحيح. العجيب أن نرجس هذه كانت محبوبة حسن بطل العمل. نعم. والأعجب من ذلك أنها تغير حالها بسبب الفلوس وبسبب ضغط والدها، أنه أصر على أن يأتي إليه العمدة ليطلب يد نرجس إلى ابنه حسن، فرفض العمدة ذلك. نعم. الرسالة واضحة جدا وقوية جدا وسخنة، ولكن نتمنى ألا تكون جاءت متأخرة. تفضل أستاذ إبراهيم، كلمة أخيرة. تفضل. كلمة أخيرة مهمة جدا. تفضل. حكاية التعصب الديني ده شيء قميء جدا وبتعبني قوي قوي. وكل ما أتخيل واحد يعني لا يتسامح او يعامل واحد معامله خاصه عشان دينه كذا وده دين. ايه ده؟ انا شايف ان الاختلاف في الاديان شيء طبيعي جدا. يعني انا مؤمن بعبقريه شكسبير، وانت مؤمن بعبقريه مارلو. هو ذكر هذه وابونا والدكتور عزوز مثلا كل الاداب العلمي شايف انه الشاعر الروسي العظيم بوشكين هو أعظم من أوحي إليه بآيات الشعر. طيب هذا الاختلاف يعني أخين وأب. نقوم بقى اختلفنا في الرأي، نقتل بعض، نكره بعض. الله، طب ليه أنا ما استفدش من عبقرية الراجل اللي بتحبه وانت ما تستفيدش من عبقرية شكسبير ونستفيد من عبقرية بوشكين؟ بالتالي التغيير ده هو إثراء للحضارة البشرية. صحيح.
أنا بشكرك شكرا جزيلا. شيء يعني واختلاف الرأي لا يفسد الود صحيح قضية. صحيح. الكاتب الروائي إبراهيم السيد طه صاحب رياح الخليج، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفنا بوجودك هذه الدقائق، شكرا جزيلا. عفوا يا باشا. شكرا أيضا مشاهدينا الكرام لضيفنا الناقد الأدبي الدكتور عزوز علي إسماعيل، شكرا جزيلا دكتور عزوز لهذه القراءة، يعني شكرا جزيلا. ونحن كما نعلن دائما نحاول نأخذ رؤوس فقط ونغري القارئ إن شاء الله على قراءة العمل. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. حضراتكم إن شاء الله تستطيعوا متابعة هذه الحلقة بعد يعني الآن بحوالي ساعتين على موقع البرنامج الرفيق على الفيسبوك باللغة العربية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.